تفاعل عليها. الغريب ماشي هنا، الغريب هو أن هذه الجريمة غادي تتعاود بنفس الطريقة وبنفس التفاصيل من بعد سنين قليلة. البوليس في ديك الوقيته استنفروا وحلفوا حتى يجيبوا هذا الشخص بأي ثمن. حيت اللي كيدير هاد الجرائم كان بحال شي شبح ما كيخلي موراه حتى شي اثار. دوخ البوليس لدرجه انهم بقاو سنين كيقلبوا عليه. هاد الشخص كان عارف بالضبط اشنو كيدير، كل خطوه محسوبه ومخطط ليها 1000 مره. الضحايا ديالو ماشي ناس عاديين، كان كيستهدف واحد الفئه معينه من الناس. فاش وقعوا هاد الجرائم في الاول البوليس ما عرفوش كيفاش يوصلوا ليه، لا دافع لا حتى سبب علاش كيدير هكا. ولكن خلينا نتفقوا على واحد الحاجه بيناتنا، كيف ما حاولتي تخمم وتوقع شكون هو هذا المجرم كان واعدك التوقع ديالك غادي يكون غلط. الاحداث اللي غادي تعيشوها في هذه القصه ماشي منطقيه بتاتا. داكشي علاش ركزوا معايا مزيان باش نحلوا هذه القضيه ونعرفوا في الاخر واش البوليس قدروا يشدوه ولا لا. بدايه الاحداث ديال هذه القصه كانت في مدينه الدار البيضاء، بالضبط في تاريخ 16 ماي 1993. في هذا النهار واحد المجموعه ديال السكان من نفس المنطقه دخلوا لقسم الشرطه وبلغوا على واحد الحاجه غريبه. محتوى البلاغ كان على الجاره ديالهم اللي ساكنه حداهم، اللي هذه 4 ايام ما سمعوا ليها حس وما بان ليها اثار. على حسب الجيران هادشي ماشي من عوايدها، حيت هما كيعرفوها مزيان وساكنه معاهم هذه سنين وما كيجي حتى شي واحد. ولكن قالوا ان الغريب اللي لاحظوه هو انهم كانوا متعودين يدوزوا عليها يوميا ويشوفوها واش خاصها شي حاجه. وبعض المرات كانت كتجلس معاهم قدام الباب ديال الدار، ولكن هاد 4 ايام اللي دازت كانوا كيجيو عندها وكيدقوا الباب بزاف، ولكن المراه ما كانتش كتجاوبهم. وحتى لهاد النهار اللي جاو فيه المخفر، حيت في الصباح شموا ريحه ماشي طبيعيه جايه من دارها. هادشي اللي خلاهم يتخلعوا عليها ويجيو ويبلغوا البوليس. لا تكون المراه وقع عليها شي حاجه وشي واحد ما سيق ليها الخبر. من بعد ما الشرطه سمعت الاقوال ديال السكان حلوا محضر وخرج واحد العدد من رجال ديال الشرطه للدار ديال المراه. فاش وصلوا للدار وقفوا قدام الباب وبداو كيدقوا بزاف، ولكن ما جاوبهم حتى شي واحد، حتى استوعبوا انه فعلا كاين ريحه خايبه كتخرج من الدار. ومن اللي سولوا الجيران مره اخرى واش ما خرجتش نهائيا في 4 ايام اللي دازت، كلهم اكدوا للشرطه انها ما خرجتش نهائيا. من بعد ما تاكدوا من الكلام ديال السكان، ديك الساعه خرجوا امر من النيابه باش يدخلوا للدار، وفعلا هادشي اللي وقع. فاش هرسوا الباب ودخلوا